دلوقتي اهو بعد ما خلاص شلنا منه القشر هحطه في الخلاط واضربه وارجع لكم. دلوقتي اهو بعد ما ضربته هصفيه اهو. اهي كده انا صفيته اهو. الحاجات دي ما بتترميش، ممكن تعملي بيها سكراب اهو زي ما انتوا شايفين. هحط عليه كمان مكون جميل جدا وهي ميه الورد اهي، ميه الورد اهي عشان اعزز الكريم بتاعنا. هجيب اي اناء هحطه